السلام عليكم ورحمة الله. أعود بكم إلى حديث الحرب العامة الأولى. قلت لكم إن الحرب العامة الأولى جاءتنا بثلاث نتائج كان لها أكبر الأثر في حوادث هذا القرن الذي أوشك أن ينتهي، والذي نحاول أن نقدم صورا عنه. الأثر الأول أنها وضعتنا في مواجهة هذه الحضارة المعاصرة. الحضارة هذه المعاصرة لم تكن البلاد العربية غريبة عنها، يعني كل البلاد العربية غريبة عنها، لا. مصر اليوم سبق اتصالها بها من أيام الحملة الفرنسية، أيام نابليون. لبنان بعد ذلك. وبالمناسبة كلمة أنبه لها، يعني على الهامش، بس جاءت مناسبتها الآن. اعتاد مؤرخو النهضة الأخيرة أن يبدأوها، أن يجعلوا بدايتها وسببها الأول حملة بونابرت على مصر، مع أن هذه النهضة في الحقيقة إنما بدأت الحركة بعد الخمود الطويل، وبدأت الحياة بعد هذا، يعني النوم العميق الذي يشبه الموت، الحركة الإصلاحية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هي كلمة على الهامش. أعود إلى موضوعي. فكانت حظوظ البلاد العربية من الحضارة الأجنبية هي متفاوتة. فلما جاءت الحرب الأخيرة، لما انتهت الحرب الأولى، صرنا أمامها مباشرة. أرأيتم إذا لو أن يعني رجلا في مكان مسلطة عليه الأضواء، مثل الأضواء اللي مسلطة علي أعاذكم الله منها، 5000 شمعة الآن موجهة إلى وجهي، لو انطفأت فجأة أو خرجت إلى مكان مظلم لا أستطيع أن أبصر. بل خذوا العكس. لماذا؟ لو أن رجلا في مكان مظلم وخرج رأسا إلى ضوء الشمس لا يستطيع أن يبصر. هذا التبدل الفجائي، هذه الصدمة على حدقة العين تجعل بصره يزيغ. نحن لما واجهنا هذه الحضارة من قريب زاغت أبصار فريق منا، فذهب كل منا مذهبا. بعض الناس وأكثرهم من المشايخ، من مشايخنا الصالحين الأفاضل الذين كانوا يشتغلون بالعلوم الإسلامية، لكنهم كانوا بعيدين عن أوروبا وما فيها، وعن أمريكا من باب أولى. فلما واجهوها رفضوها بحجة أنها حضارة قوم يعني غير مسلمين، ولا يجيء من غير المسلم إلا ما يخالف الإسلام. فوقفوا وقفة المعارض حتى للحقائق العلمية التي جاءت بها. فريق آخر من الشباب فتحوا قلوبهم لها وقبلوها بكل ما فيها، حتى الشرور وحتى المفاسد وحتى الأباطيل، بحجة أن هؤلاء الغربيين أقوى منا وأرقى منا، وأن ما يأتي منهم يكون خيرا بالنسبة لنا. كلا الموقفين كان خطأ، وكلا الموقفين في الحقيقة ناشئ عن خوفهم، خوف الفريقين من هذه الحضارة التي دخلت فجأة. هلا إذا كنت ماشي في البرية وصادفك وحش، ماذا تعمل؟ إما أن تحاول الهجوم إليه هجوم المستميت للدفاع عن نفسك، أو أن تهرب منه. وكلا الحالين منشأه الخوف. هذا الخوف
بقي عندنا إلى الآن ما يسمى اليوم ترونه في التمثيليات وتقرؤون عنه عقدة الخواجة. هذه موجودة الآن، وهي مع الأسف في كثير من البلاد نستشعر نحن الضعف أو نستشعر أننا صغار عندما نرى هؤلاء الغربيين، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه. كلمة على الهامش لكنها قد تكون أهم مما في الصلب، أن تعود ثقتنا بالله، ثم أن تعود لنا ثقتنا بأنفسنا، لا سيما الذين يأتون هنا، الذين يأتون للسعودية أو يأتون لمدن الخليج. هؤلاء لو كانوا أساتذة كبارا أو كانوا خبراء أو كانوا أطباء، مهما كانوا، هؤلاء جاءوا وهم محتاجون إليكم، جاءوا يأخذون منكم، ما جاءوا ليعطوكم. والعرب يقولون من أخذ الأجرة فهو أجير. فتستطيعون، هلا أنا صاحب بيتي صغير، لو جاءني أغنى الناس وأكبر الناس، أنا ليس لي الحق أن أحكم عليه في بيته، لكن أنا أحكم على بيتي. إذا جاء مثلا وامرأته كاشفة، قل له أنا أعتذر، ما أستطيع أن أستقبلك في بيتي، لأنني لا أستقبل امرأة متكشفة. فنحن أول شيء هذا الشعور بالنقص أمامهم ينبغي أن يزول. بعد ذلك ما الذي نشأ؟ قلت لكم أن قسما قليلا من الناس أكثرهم من المشايخ وقفوا ضد هذه الحضارة ورفضوها بكل ما فيها في أول الأمر، وقسم قليل من الشباب أصر على أنه أيضا قليل قبلها بكل ما فيها، ومجموع الشعب سائر الأمة ما أحست بها في أول الأمر وبقيت ماشية في طريقها. تصوروا أننا كنا ونحن صغار نسمع من بعض المشايخ إنكار كروية الأرض، يعلموننا أنه من اعتقد أن الأرض كروية يكون قد خالف الإسلام. هذا والله أعجب العجب. لماذا؟ قلت لكم من عدة حلقات أنه كل شيء في الدنيا يتقدم ويتأخر، يقوى ويضعف، يعلو وينخفض، إلا الفكر يتقدم دائما. أليس عجيبا أن أجدادنا المسلمين أيام المأمون لم يعرفوا أن الأرض كروية فقط، كانت هذه معلومات بدائية، بل قاسوا طول خط الاستواء. بعث المأمون لجنتين، لا أريد أن أسرد تاريخا، تذكر لجنة عند صحراء سنجار ولجنة عند تدمر، فقاست. كيف قاست محيط الأرض؟ الأمر سهل، رصدوا نجم القطب مثلا وأخذوا اتجاها واحدا، مشوا بخط مستقيم، فلما رأوه اختلف درجة قاسوا المسافة وضربوها ب300، يعني درجات الدائرة 360، والرقم الذي وصلوا إليه لا يختلف عن طول خط الاستواء المعترف به الآن، إلا يعني في الألف كذا، نسبة قليلة جدا. أليس هذا من العجيب أنه قبل 1200 سنة نقيس طول خط الاستواء، ثم نأتي في هذه العصور التي تقدم فيها العلم فنجد من ينكر أن الأرض كروية. والله مرة واحد من رفاقنا بالصف مع الأسف كان خطيبا في جامع بني أمية الكبير، على منبر جامع بني أمية، قال أبدا، ومن يستطيع أن يثبت أن الأرض كروية له مني ليرة ذهبية، وعمل صاح فيها بهالشكل. إيش الحكي؟ الأمر صار ثابتا معروفا. الذين يقابلونهم من الشباب وصل بهم الحد التقليد وأخذ هذه الحضارة بكل ما فيها إلى الاستهانة، بل إلى إنكار أصول الدين. والله سنة 918 بذلك العهد البعيد
جاء عندنا مدرس شاب يمثل هذا الاتجاه فقال لنا ايش هي قضية البعث ومدري شو، كلها خرافات، شو يوم القيامة تشهد عليهم ايديهم وارجلهم، عمركم شفتوا ايد بتحكي؟ عشنا حتى رأينا هذا الشريط الذي أسجل عليه كيف صار يحكي. لكن الذي أنطق هذا الشريط في الدنيا وهو جماد، ألا يقدر أن ينطق اليد في الآخرة وهو رب العالمين؟ فإذا صار هذا الازدواج في الاتجاه، هذا بقي موجودا إلى الآن في أكثر البلاد العربية. عندكم اتجاهان. هلا هنا قد ترون الأب، غرفة الأب وطعام الأب والمكان الذي ينام عليه الأب، والقسم الآخر من الدار محل يعني طريقة أكل الشاب اللي راجع ويحمل الشهادة، درس في أمريكا أو في أوروبا، و زي هذا وزي ذاك، وإن كان هنا الكل يلبسون بحمد الله هذا. طريقة التفكير، فهم الحياة، في عندنا لونان. في مثل ضربته مرات، وكل ما جئت لهذا الموضوع أجدني مضطرا للعودة إليه، لأنه مثل واقعي. نهر برد الذي تسمعون به، برد هل يسقي الشام، هذا يأتي في أول الأمر قليلا وعكرا، يلتقي بنبع عين الفيجة أغزر منه، فيلتقيان في مجرى واحد. نهر عرضه كله يعني شيء 6-7 أمتار، ما هو لا نهر النيل ولا نهر الفرات ولا نهر الميسيسيبي، نهر صغير. إذا ملأت كأس الماء من الجهة اليمنى التي يمشي فيها برد، تجد في الكأس ماء عكرا. تملأ الكأس من الجانب الأيسر، تجد ماء عذبا زلالا صافيا، بعد ذلك يمتزجان. هذه الظاهرة هي تكررت في التاريخ في عصور مختلفة، هذا الازدواج في الحياة. لما فتح الرومان بلاد اليونان أرقى في الفكر وأكثر تقدما في العلم، وهؤلاء أقوى، صار الازدواج. وقع مثل هذا الازدواج في بغداد مثلا، أول الدولة العباسية لما التقت يعني الحياة العربية الصافية الأصلية مع الحياة الفارسية وغيرها، هذا يعني الازدواج موجود. اليوم نحن هالقضية هذه قضية تحديد موقفنا من هالحضارة هي. أنا ألقيت فيها محاضرات، في محاضرة ألقيت في هذه إيش اسمها، الاتحاد العالمي لندوات الشباب أو شيء، محاضرة طويلة من عدة سنين، وطبعوها في مجموعة أصدروها، بس أقول لكم لا تخبروهم بيني وبينكم، طبعوها كلها مغلوطة، لأنني أنا لا أعد محاضراتي، سجلوها وكتبوها عني وحرفها من يعني نشرها ونسب إلي الغلط. أنا قلت فيها أنا الآن أدور على المدارس هنا في المملكة، في أقطارها، في جهاتها كلها، وقبل ذلك في بلاد عربية كثيرة، في الرحلات اللي كنت أرحلها إلى أوروبا وإلى الهند وإلى ماليزيا وإلى إندونيسيا. كنا في كل مكان يعني تلقى فيها أسئلة بدلا من المحاضرات. هذه الأسئلة تكاد تلتقي في أصل واحد، هو تحديد موقفنا من هذه الحضارة. اليوم الموضوع ما تم، أنا آسف، في الغد يعني إن شاء الله أتم الكلام فيه. والسلام عليكم ورحمة الله.